سجله التاريخ بطلا وصانعا للأرقام القياسية وعاشقا للبطولات. ومرت السنوات ولا زال التاريخ يسجل ورغم مسيرته الطويلة وعمره، إلا أنه ما زال الصفحة الأولى في تاريخ كرة القدم. مؤخرا سجل التاريخ كريستيانو رونالدو كأول لاعب في كرة القدم يسجل 850 هدفا رسميا في مسيرته، وسجله هداف من الطراز الأول مع النصر السعودي ودوري روشن، وهو ما كان عليه دائما في دوريات أوروبا التي جاء منها وشهدت ألقابه وعبقريته وشخصيته القوية. كريستيانو رونالدو انسجم كثيرا في محيطه الجديد بالمملكة العربية السعودية ليستمر كونه محبوبا لجماهير الساحرة وساحرا لملاعب كرة القدم. عندما وصل الدون إلى الرياض كلاعبا للنصر انتقدته بعض الأصوات التي لم تكن تعلم أن الجميع آت وراءه كما تلازم النحل ملكاتها. ثم ماذا؟ ثم جاءت الأسماء الأثقل في ملاعب أوروبا إلى حيث جاء لتستمر معه في تقديم الإبهار وصناعة عالم جديد من شغف الكرة في آسيا والسعودية بالتحديد.